بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وحبايبي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. زمان في القرى والنجوع كان بيعملوا دورات تعتبر صيفية في الصيف مثلا، أو في شهر رمضان، أو في الأجازات الرسمية. فتبقى مثلا كل قرية بتعمل دورة فيها، الدورة دي بتكون مكونة من 8 فرق أو من 10 فرق. بس الثمان فرق او العشر فرق اللي بيعملوهم دول بيبداوا بيهم الدوره الصيفيه اللي بتحصل في اي قريه او في اي نجع. كان بتبقى من نفس البلد، يعني بيبقى الثمان فرق دول من بلدين يعني جنب بعض. فطبعا مش هينفع ان هم يسموا كل فرقه باسم بلد، فلو سموا كل فرقه باسم بلد هيبقى اسمين مثلا، زي الدورات اللي بتتعمل في جديدة في من القمح، او في عرب شمس في فاقوس، او في اي مكان من الاماكن دي. فكان الفرقه اللي بتطلع من البلدين دول كان كل فرقه منهم بتاخد اسم مستعار تسمي نفسها بيه. فنلاقي مثلا فرقه الفهود، ونلاقي مثلا فرقه النمور، ونلاقي فرقه الابطال، وفرقه مش عارف ما اعرفش ايه، وكلام غريب يعني كده، واسامي مستعاره بيسموا نفسهم بيها. وكان من ضمن الاسماء ديت كان في فريق بيحلم دايما بالمجد وبالبطوله، وبيحلم دايما وعينه دايما ان هو يعني يكسر المقاييس، بان هو يوصل الى اقصى ما يتمنى. فكان من ضمن الفرق ديت فريق بيسمي نفسه دايما فريق الاحلام. فريق الاحلام ديت كان دايما بتلاقيه مشارك في اي بطوله في اي قريه او في اي نجع. فرقه الاحلام دي فرقه اساسيه او اسم رسمي اساسي في اي بطوله. فريق الأحلام تطور يا جماعة بعد البطولات الأفريقية، وبعد البطولات اللي في القرى وفي النجوع، وحط عينه على أفريقيا. وعشان يحط عينه على أفريقيا، وعشان إن هو يعرف ينافس، مش هينفع يبقى اسمه الأحلام، فسمى نفسه دريمز. فريق دريمز تطور من القرى والنجوع وبقى فريق بينافس على افريقيا. فريق دريمز الغاني النهارده كان اللي طالع من البطولات بتاعه القرى والنجوع بتاعه غانا، ومن ادغال غانا بقى فريق بينافس على افريقيا. فريق دريمز من حظه الجميل ان هو قابل النهارده فريق الزمالك. فرقه دريمز قابلت الزمالك النهارده، الزمالك المدجج بالنجوم، الزمالك اللي مدجج بالنجوم والمدجج بالاسماء، على ارضه ووسط جمهوره، ويعني كل حاجة متاحة بالنسبة للزمالك اللي جاي من فوز على النادي الاهلي بكاس العالم. يعني كان لما شفنا الفرحة اللي فرحها فريق الزمالك لما فاز على النادي الاهلي، يعني احنا قلنا ان هم هيستلموا كاس العالم بعدها بشوية. وزي ما شفنا كل المواقع وكل الناس نقلت ان جماهير الزمالك بعد ماتش الاهلي والزمالك ما سابوش الاستاد في انتظار ان الزمالك يحمل الكأس او يحمل كأس البطولة. ففي الاخر عرفوا ان هو ماتش في الدوري يعني. فرقة الزمالك قابلت فرقة دريمز النهاردة، وهي عندها نشوة من الانتصارات، وعندها عودة بالانتصارات على النادي الاهلي، ما كانوش يعرفوا ان النادي الاهلي هو اللي اهداهم البطولة. فرقة الزمالك النهاردة لعبت فرقة دريمز في الكونفدرالية الافريقية. نازل الزمالك النهاردة وهو فايز 8. ما يعرفش ان فرقه دريمز تطورت بعد ما كانت بتلعب في الدورات المحليه بتاعه القرى والنجوع، وبقى لها اسمها ولها وزنها. فرقه دريمز النهارده لقنت الزمالك درس قاسي جدا جدا يا جماعه. النهارده قدمت مباراه لكل اللي شافها، يعني عملت مع الزمالك كل حاجه في عقر داره ووسط جماهيره. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، النتيجة اللي تعتبر ممتازة بالنسبة لفريق الأحلام أو فريق دريمز. شيكابالا اللي كان قالب الدنيا وكان منتظر أنه يرفع كاس العالم يوم ماتش الأهلي، وكان منتظر أنه يرفع كاس القارات، وكان منتظر أنه يرفع كل حاجة. النهاردة رفع التعادل وهو بمية باردة بدون أي تعليق وبدون أي مشكلة خالص. انتهت المباراة بالتعادل السلبي اللي بيعتبر فوز كبير بالنسبة لفريق دريمز مع نادي الزمالك. انتهت المباراة بهذا الشكل، ومع ردود الأفعال مع جوميز مدير الفني للنادي الزمالك اللي صرح بأن الغيابات هي السبب.
غيابات مين يهبل؟ يعني انا مش فاهم. يعني اي المدربين الاجانب دول بيتكلموا معانا اي كلام، يعني بيقولوا لنا اي حاجه في اي حاجه، واحنا يعني على اساس ان احنا هنصدق. جماهير الزمالك الواعيه ما تاكلش من الكلام ده. انت غيابات مين اللي انت عايزها عشان تلعب بقى فريق الاحلام؟ فريق الاحلام اللي جاي من الدوره الرمضانيه بتاعت عرب شمس ولا من الدوره الرمضانيه بتاعت ميت بشار، منتظر منه ايه؟ عايز نجوم ايه ترجع لك عشان تفوز؟ يعني كان تصريح اهبل جدا جدا من مدرب يعني مجنون، او مدرب مش مركز خالص خالص يعني. وانتهت المباراة بكده في انتظار مباراة العودة الأحد القادم إن شاء الله في غانا، واللي شكلها كده يعني هنلاقي فرقة من فرق الدورات الرمضانية هيبقى موجود في نهائي الكونفدرالية. ده بالنسبة لمباراة الزمالك. مباراة الأهلي اللي انتهت بالأمس واللي برضه انتهت بالتعادل السلبي، بس كان بيلاعب مين؟ فرقة الأهلي، النادي الأهلي امبارح. النادي الأهلي امبارح كان بيلاعب فريق مازيمبي. فريق مازيمبي الحاصل على البطولة، وفريق مازيمبي المدجج بالنجوم، وفريق مازيمبي اللي هو يعتبر اكبر واتقل، يعني من اتقل الفرق اللي موجوده في افريقيا. قدر الاهلي على ارض مازيمبي ووسط جمهوره، الاستاد اللي كان مفتوح يعني على مصراعيه لكل جماهير، قدر ان هو يحصل على نقطة ثمينة او يحصل على التعادل السلبي هناك بمباراة كانت قوية جدا جدا، وكان الاهلي قريب جدا للفوز بها، وفي انتظار مباراة العودة ان شاء الله يوم الجمعة القادمة. نتمنى كل التوفيق للفرقتين، مع اني مش متفائل قوي بالنسبة لفرقة الزمالك، ولكن نتمنى التوفيق له كفريق مصري. النقطة اللي بعد كده والمهمة جدا يا جماعة، اللي دايرة على مواقع السوشيال ميديا وعلى المواقع الرياضية وفي البرامج الرياضية، هي الخناقة اللي دايرة بين الجماهير مع بعض، وهو مقارنة خالد بيبو مدير الكورة بالنادي الأهلي بكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن خالد بيبو لا يمكن أن يدخلوا في مقارنة إطلاقا. ده بالظبط كده، بالظبط تحديدا هذا المقارنة او اللي بيحصل ده، زي ما انت يكون عندك حد بقاله اكتر من 10-15 سنة في موقع وتمكن وبقى متمكن من كل مداخل ومخارج وعيوب ومميزات هذا الموقع. ده بالظبط اللي كان حاصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. هتيجي انت تقارنه مع حد لسه ما كملش السنة او كمل السنة وكام شهر ومنتظر منه، وهو بتطالب واحد زي الكابتن خالد بيبو المحترم المؤدب الخلوق اللي ملوش مشاكل معاه حد خالص ان هو يكون زي كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ يعتبر من افضل الاداريين او من افضل مدير الكوره اللي شغلوا هذا المنصب في النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ كان مناوش دائم وفي خناقات دايمه مع الحكام ومع اي حد بيمس النادي الاهلي، كان قافل على فرقته وكان قراراته صائبة دايما وسريعة وحاسمة. استحالة يا جماعة هذه المقارنة هتكون مقارنة ظالمة. الناس اللي بتقارن دايما اللي هو جماهير النادي الاهلي دايما باصين لانجازات كابتن سيد عبد الحفيظ، بس انت لما تبص لانجازات كابتن سيد عبد الحفيظ بص هو حقق الانجازات دي في قد ايه. كابتن سيد عبد الحفيظ خد وقت كبير جدا ان هو يوصل للمرحله دي. ما تبصش للختام بتاعه، يعني ما اقارنش ختام كابتن سيد عبد الحفيظ في ال10 سنوات اللي مسك فيهم مدير كوره مع اول سنه للكابتن خالد بيبو. اكيد احنا بننتظر المزيد والاقوى من كابتن خالد بيبو، لكن في نفس الوقت مش عايزين ندخله في مقارنة ظالمة مع كابتن سيد عبد الحفيظ. ده كان مرور سريع على تعادل النادي الاهلي وتعادل نادي الزمالك. نتمنى التوفيق للفريقين ونتمنى كل التوفيق للكرة المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.